نيجي بقى لآخر صنف معانا وهو الكتافلاي شراب. والكتافلاي شراب بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي الديكلوفيناك بوتاسيوم، ودي بتنزل بتركيز 2 مللي جرام لكل ملي. والمادة دي برضو تبع عائلة النونسترويدال أنتي انفلاماتوري دراجز، وبتستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة ومضاد للالتهاب. طيب إيه هي بقى دواعي استعمال الكتافلاي شراب؟ أو إيه هي استخدامات الكتافلاي شراب؟ أول حاجة بيستخدم لتسكين آلام الأسنان والتخفيف من التهابها. كمان الكتافلاي بيخفف من الألم الناتج عن الإصابات والجروح والكدمات. كمان بيوصف للتخفيف من آلام العظام والتقليل من التهابها. والكتافلاي كمان بيوصف لعلاج السخونية والحمى عند الأطفال، وبرضه بيستخدم لعلاج التهابات المفاصل الروماتيزمية اللي بتصيب الأطفال والكبار. وآخر حاجة إنه بيعالج التهابات الأربطة والأنسجة والتخفيف من ألمها. وخد بالك إن الدواء ده تحديدا لا يوصف للأطفال أقل من سنة. طيب إيه هي الآثار الجانبية الخاصة بالكتافلاي شراب؟ أو إيه هي أضراره؟ أول حاجة ممكن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي زي غثيان وقيء وإسهال ووجع في البطن وانتفاخ. كمان ممكن يسبب طفح جلدي وحكة في حالة وجود حساسية من المادة الفعالة الخاصة بالكتافلاي. وبرضه ممكن يسبب التهابات في الفم واللسان، وفي بعض الحالات ممكن يسبب دوخة وزغللة في العين، بالإضافة إلى إنه ممكن يسبب ضيق في التنفس للشخص اللي بيستخدمه. وكمان بيسبب نقص في عدد كريات الدم البيضاء، عشان كده الأطفال اللي عندها مشاكل في المناعة ممنوع تستخدمه، وحاجات تانية غيرهم. طيب إيه هي بقى جرعة الكتافلاي شراب؟ أو إزاي نقدر نديه للأطفال؟ الجرعة بتكون للأطفال من سن سنة إلى سن 12 سنة، وبتتحدد على حسب وزن الطفل، بمعنى إنه بياخد ما بين 2 من 10 إلى 1 ملي لكل كيلو جرام من وزن الطفل، والرقم اللي بيطلع بيتقسم على جرعات خلال اليوم. والكتافلاي بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 23 جنيه ونص للإزازة. والكتافلاي يعتبر ملوش بدائل شراب بنفس المادة الفعالة.